تعالى بقى ايه نلعب لعبه صغيره كده. التصنيف الثالث الدهن في العتاقي، ستيفانو بيولي انطونيو كونتي. الدهن في العتاقي. هذول الاثنين تحديدا مش مدربين عشان لا يطلع شكلنا غلط قدام المشاهدين. جيروسي. الله، ترى الاتحاد الايطالي ما له اي علاقه باللي قاعد يصير، ولما يطلع واحد منهم تشوفه يتعصب او يرمي الجاكيته فرحان عليه الله يقرفك. بيولي لا، بيولي ما في شيء، بيولي ابيض. انا خايف انضرب بالشباشب. هذه بيش يسموها الكوميديا السوداء. ما توقعناش في مشاكل ابو عبيد. انشيلوتي ما اتمنى يرجع لي. طب انا في البدايه بس يا ابو حميد عايز اخد رايك في حاجه. دلوقتي انا بختار اشغل انهي لون، فمعلش اختار معايا، يعني احنا عاملين سيت اب جديد بقى وفرحانين بيه وبتاع. قول لي انت الضيف، انت مش ضيف، انت صاحب قناه، بس يعني قول لي انت ايه تختار انهي لون. انا مش عارف انت شايف الالوان، بس انت اختار اللي انت عايزه. اكيد احمر، احنا بنتكلم عن الميلان او لا احنا بنتكلم عن ايطاليا ككل، خلينا نختار اللون الاخضر. الاخضر، اخضر واحمر وابيض، فخلينا نختار الاخضر. يا سلام، صدقني لو قلت لك ان انا كنت عايز الاخضر اصلا. والله طب خلاص خليها اخضر لانه احنا بنتكلم عن ايطاليا. بالظبط، انا كنت عايز اخضر وبعد كده قلت اسيبك انت تختار براحتك برضه. خلاص خلينا نقول اخضر. خلاص يعني حلوه. لو ينفع اخضر واحمر يكون كويس. بس ما اعرفش اعملها بصراحه، ما اعرفش ان انا اولع اتنين مع بعض. او يعني جبت الوان يعني نشكر ربنا. حبيبي يا ابو حميد، مسا عليك يا صديقي الميلانيستا، واهلا وسهلا بيكم. مش ميلانيستا بس، احنا حلقه النهارده هنقول مسا عليك يا صديقي الايطاليستا، لان احنا النهارده عندنا موضوع مجمع كده عن الدوري الايطالي. ولكن معلش في البدايه بس كده ايه، يعني عايز امسي على ابو حميد احمد العمر. يا جماعه انتوا ليكم فتره كبيره عمالين تقولوا لي فين احمد العمري، فين احمد العمري، اهو احمد العمر اهو. طبعا انت مش ضيف ابو حميد، انت صاحب قناه يعني، فاحلى مسا عليك. مسا عليك يا بيشو وعلى كل الأصدقاء المتابعين والمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم يا رب، ويعيدوا علينا وعليكم إن شاء الله أعوام عديدة بصحة وخير يا رب وسلام. حبيبي يا أبو حميد، أخبارك إيه يا جميل، عامل إيه؟ والله الحمد لله، أنا سعيد إني أطلع معك المرة الرابعة والخامسة، والله ما عاد قدرت أتذكر. دي الرابعة، لسه الخامسة هتيجي قدام إن شاء الله بإذن الله. فأنا سعيد والله إني أكون معك، ودائما سعيد إني أتواجد معك في القناة. حبيبي يا ابو حميد. طبعا انا عارف عشان يعني انت طالع مع افضل يوتيوبر في الوطن العربي، انا فاهم الكلام ده كويس، يعني ما تقوليش يا ابو حميد عشان بضعف يعني، معلش. والله يا بيشو مش مجامله، بس والله يعني انت لا تقل عن اليوتيوبرز الشهيرين في المجتمع الدولي الايطالي، لا تقل عنهم ابدا يعني، ابدا اقولها بصدق والله. ما توقعناش في مشاكل يا ابو حميد. انا عن نفسك كتير يا ابو حميد. لا هم كلهم حبايبنا وعلى راسنا من فوق. حبيبي يا ابو حميد، طبعا انا عارف انه الناس ليها فتره كبيره بتسالني هو احمد العمري فين، احمد العمري فين، ما بيظهرش ليه؟ ودايما الناس، حتى اللي اكتشفته الناس كانت بتقرا الكومنتات بتاعتك لما كنت في الماتشات وكده. فبصراحه يا جماعه انا عايز اقول لكم السبب الحقيقي اللي مخلى ابو حميد مختفي. يعني الراجل ليه فتره عنده اراء غريبه، انا ما اعرفش ايه سببها يعني. بس هو حتى دايما لما بيتفرج على الحلقات ويبعت لي يقول لي يا بيشو انت بتدوس على بيولي جامد، الراجل ما يستاهلش بصراحه. الاقيه مره واحده يقول لي يا عم أليجري الناس عماله تنتقده بطريقه زياده اوفر بصراحه، ليه الناس بتعمل كده؟ انا ما اعرفش. فاقول له ابو حميد انت شايف ان أليجري وبيولي كويسين؟ يقول لي انا اتمنى انه كاردينالي يجدد عقد بيولي 7-8 سنين لقدام. بس هو بصراحه ما كانش عايز يكتب الكلام دوت في القناه، عشان برضو عارف ان الناس مش حابه بيولي يعني. وده اول سؤال معانا في الحلقه، انت ليه بتحب بيولي يا ابو حميد؟ انا خايف انضرب بالشباشب. انا متاكد ان الناس في القناه ما حدش مصدق اللي انا قلته اصلا. احمد العمري مستحيل. هذه يا بيشو يسموها الكوميديا السوداء. بس لا بجد بقى، بعيد عن الهزار، لا طبعا مفيش اي حاجه من الكلام ده يا جماعه. احمد عمري من اول الناس اللي عمال يقول كفايه بيولي كفايه بيولي. ويمكن دي بدايه كلامنا او دخولنا في الحلقه على طول. احنا ندخل سخنين على طول يا ابو حميد، بس نقول للناس كده ايه، دوسوا لايك كومنت شير سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس، يعني شغل الشغل كده معانا. وتعالى بقى ايه ندخل في الحلقه على طول. بقول لك يا ابو حميد، انا كان عندي وجهه نظر وعايز اعرف رايك. انه بجد انا بدات احس انه بيولي واليجري الاثنين وصلوا لمرحله
صعبه قوي 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 تحملها. يعني الاثنين كوره يعني اولد سكول قوي، بل ان يعني ممكن نتفق ونختلف على ان بيولي هو اولد سكول ولا هو اولد فقط، يعني فاهم؟ يعني هو في مدرسه اصلا بيتبعها ولا هو يعني على الله الدنيا ماشيه زي ما هي ماشيه. بس بجد بحس ان الاثنين خلاص وصلوا لمرحله ان جابوا اخرهم. فانا عايز اعرف رايك في الموضوع ده، وانت براحتك، حابب تتكلم عن الاثنين مع بعض ماشي، حابب تتكلم عن بيولي الاول بعد كده أليجري، شوف انت تحب ايه، الميكروفون معاك يا جميل. والله شوف يا بيشو، يعني انك انت تقول هذول الاثنين ينتموا للاولد سكول، انا اختلف معك. لانه الاولد سكول يعني فيها مدربين، هذول الاثنين تحديدا مش مدربين. يعني الاولد سكول فيها انشيلوتي، فيها ساري، فيها جاسبريني، شايف؟ فحرام ان احنا يعني نسمي الاثنين هذول يعني انهم ينتموا لاولد سكول. انا شوف، انا يعني وان كنت اضع الاثنين هذول يعني في منطقه واحده او في كاتيجوري واحد، الا انه ترى في اختلافات بينهم. يعني انا اشوف انه أليجري عنده كوره، بس أليجري مشكلته انه جبان، شايف؟ أليجري مشكلته انه بيخاف. يعني انا اتذكر في احد النهائيات اللي لعب في الشامبيونز ليج، لعبها مع اليوفي، لما كان مع اليوفي لعبها قدام ريال مدريد. انا اتذكر الشوط الاول انتهى 1-1، يعني تقدم ريال مدريد اولا وبعدين عادل اليوفي، وكان اليوفي لاعب مباراه كبيره الشوط الاول، وكان حاط ريال مدريد كان حاطه في ملعب. ف بين الشوطين طبعا انا تعرف يعني انا ميلانيستا، ولكن في الشامبيونز ليج وفي اوروبا اشجع اي فريق ايطالي، فكنت هذيك المباراه اشجع اليوفي. وكنت يعني متوقع انه ينزل الشوط الثاني ياكل الريال، واذا باليوفي راجع يعني يلعب زون ومسلم الكره للريال وبيستقبل اللعب. اكل 3 وانتهى النهائي 4-1. ليله كانت يعني بالنسبه لي انا ما يعلم بها الا الله، يعني بصراحه كنت نمت متنكد ويعني زاد كرهي لأليجري اكثر من كرهي له لما بسبب فترته مع الميلان. ف اضف الى ذلك يعني قبل كذا لما كان مع الميلان، كان يعني الميلان ايام أليجري كان في لعيبه يعني خارقين، كان في ابراهيموفيتش، كان في كاسانو، كان في روبينيو، كان في باتو، كان في وسط الميلان القوي لسه ما زال موجود، سيدورف، بيرلو، جاتوزو، امبروزيني، يعني الفرقه الذهبيه اللي كانت مع انشيلوتي وحققت الانجازات اللي حققتها، بالاضافه للاعيبه جدد يعني كانوا يعني، وكان في منهم واحد برضه انا كنت احبه كثير اللي هو كيفن برينس بواتينج. ومع ذلك كان الميلان بيلعب كرة قدم يعني في منتهى العقم وفي منتهى القبح اللي انت ممكن تتخيله، شايف؟ يعني كان ممكن يعني باللعيبه هذه كان ممكن الميلان يعني يكتسح برشلونة بدل ما ياكل منه 4 في الاياب، شايف؟ ف فهذه مشكله أليجري، انه جبان، عنده كره لو حب عنده كره، بس انه جبان، هذه مشكلته. أليجري بيولي لا، بيولي ما في شيء، بيولي ابيض، بيولي بيش يعني ابيض يعني. والله انا اقول لك، انا وانت ممكن والله نعمل شغل احسن من بيولي. لان اذا المساله انك انت ترص لعيبه وتحط هذا هجوم وتحط هذا دفاع وتحط هذا وسط، انا وانت واي واحد من المتابعين اللي بيشجعوا كوره لهم فتره وشافوا مباريات يقدر يعمل الرصه هذه، شايف؟ وعارف انت ممكن تمشي امورك وتزبط، يعني على الرغم من انك انت ما انت مدرب ولا عندك لايسنس، انك انت بس حط اللاعب المناسب في مكانه، لا تتفلسف. يعني حط لوفتوس تشيك مثلا 8 يمين، لا تحط لي اياه 10 مثلا، شايف؟ ما تحط لي تيو هرنانديز سنتر، شايف؟ ما تقول لتوموري يروح يضغط في نص الملعب. انت ايش دخل اهلك تروح تضغط في نص الملعب؟ بعدين انا يعني النقطه هذه كانت مستفزه لي جدا بيشو، لانه يعني لما تحصل في مباراتين تقول والله اجتهاد ولقافه من اللاعب، لكن كل مباراه معناته اكيد هذا الجحش معطيه تعليمات انه يطلع يضغط في نص الملعب. طب بالظبط. تخليه يضغط في نص الملعب ليش؟ ايش دور المدافع؟ ايش دور لعيبه الوسط اذا انت بتخلي السنتر باك حقك يطلع يضغط في نص الملعب؟ شيء يعني حاجه غير مفهومه. يعني انا ما افهم، يعني افهمها فقط في سياق انه الرجل هذا مش مدرب، هذا ممكن يكون طباخ، ممكن يكون سباك، ممكن يكون زبال، ممكن يكون اي حاجه الا انه يكون مدرب.
والمصيبه انه الشيء هذا انا وانت والناس العاديين شايفينه، الاداره مو شايفينه. انت عندك تشوف فورلاني بعد مباراه فيورنتينا المخزيه والمخجله اللي فزنا فيها 1-0. انا عمري في حياتي ما شفت الميلان يلعب بالسوء هذا من عام 92. عمري ما شفت الميلان يلعب بالسوء هذا، كانت في المباراه هذيك حقت فيورنتينا. ولما تشوف الكاميرا جت على فورلاني في المدرجات يعمل كذا، يخرب بيتك، انت ما انت شايف العفن والقرف اللي قاعد يصير في الملعب، فرحان على الله يقرفك. صحيح. ومباراة الميلان مع جنوة في جنوة، بعد ما انتهت المباراة بالمنظر المقرف اللي انتهت عليه، وبالهدف اللي عليه شكوك. انا ميلانيستا واقول لك عليه شكوك كثيرة. رايح عند الجماهير ويضرب في القزاز كذا بطريقة يا اخي تحس انه رجل فعلا يعني عايش فصام عن الواقع، منفصل عن الواقع تماما. شايف؟ بس هو لا يلام، لانه هو اصلا مش يعني مش من خلفيه كرويه، هو الرجل محاسب، خلفيته فاينانس، هو يفهم في الاداره، يفهم في الفلوس، يفهم في المفاوضات، وعمل شغل حلو في الميركاتو، ما ننكر الشيء هذا. لكن كمدير يعني مدير رياضي هو جاي يمسك مكان مالديني ومسارة، لا هو الرجل يعني المكان غير مناسب بالنسبه له ابدا. فعشان كذا تشوف الهبل اللي قاعد تشوفه، وتشوف الصبر الغريب العجيب على بيولي. وفي اليوفي نفس الحكايه، يعني دائما احنا بنتكلم عن الاثنين هذول، اليوفي نفس الشيء. يعني اليوفنتوس يا بيشو، السكواد اللي عند يوفنتوس سكواد، يعني انا ما اقول لك هي افضل سكواد، لكن سكواد محترم، يجي يطلع منه شيء كويس. شايف؟ ومع ذلك عندك واحد زي أليجري يخلي فلاهوفيتش ويخلي كيزا يلعبوا دفاع، ولما يطلع واحد منهم تشوفه يتعصب او يرمي الجاكيته عشان ما يبغى واحد فيهم يطلع قدام يهاجم. انت متخيل العته الى اي حد وصل؟ ففعلا يعني عبث والله اللي قاعد يصير في الكره الايطاليه، في ناديين من اكبر الانديه في ايطاليا واوروبا، اللي قاعد يصير عبث، وقاعد يعني بيدمر في الكره الايطاليه، مش بس في الناديين هذول. لانه انت تخيل انه لو الدوري الايطالي اليوفي والميلان بصحتهم ومعهم الانتر، تخيل انت يعني كيف يكون شكل الدوري، وكيف تكون شكل المنافسه، وكيف تكون المتعه. انت تتخيل بس. فيعني ممكن احنا بعد يعني مع تقدم الحوار نتكلم في افكار اخرى اكثر. انا ما ودي استحوذ بالكلام كله عشان لا يعني لا الشباب يعني. بالعكس، ده انا مستمتع جدا جدا، وعشان كده قلت هلتزم الصمت. اولا لان انا عارف كويس ان انت جواك كتير، فلازم تطلع الشحنه دي في البدايه عشان داخلين على المر من كيعاننا يا بيشو يشربنا المر من كيعاننا. بس انا عايز اقول لك على حاجه برضو واخد رايك فيها. يعني انا مشكلتي مع بيولي واليجري هو كل اللي انت قلته انا متفق فيه 100%، بس انا في حاجه تاني زايده برضو عليهم عايز ازودها. انت عارف انا ما بحبش يعني انا اسف في الكلمه، ما بحبش الانسان الغبي، ما بحبش اللي بيبقى عنده فرصه ويضيعها. يعني انت دلوقتي مثلا كاليجري، انت راجل زي ما انت بتقول هو جبان، عنده افكار ممكن تبقى الكره دي مش حلوه، الكره الدفاعيه زي ما انت بتقول تخلي حتى كيزا يدافع، احنا مش عايزين نشوف ده. واليوفي عنده امكانيات يلعب كره هجوميه. بس يا عم اليجري انت قلنا ماشي، بس انت واخد فرصه انك تقعد مع اليوفي سنه واتنين. طيب غير، طب استغل الفرصه، طب اعمل حاجه تخلي الجمهور يبقى في ظهرك، والصحافه بتدعمك، والاداره عايزه تجدد لك على الاقل عشان تحافظ على مركزك انك بتدرب نادي كبير زي اليوفي. ونفس الكلام عند بيولي احنا عارفين هو ما عندوش اساس، هو راجل افكاره عن كره القدم بسيطه جدا، هو يحط التشكيله يقول لي ده انت هتهاجم وانت هتدافع، بيبص يشوف ايه اللي جاب له هدف ويقول لك بس خلاص يبقى هنلعب بيها الماتش الجاي. طب ما مش هتنفع مع كل الفرق، هي دي افكار بيولي. طب يا عم بيولي خلاص عرفنا ان انت اولك محدود واخرك محدود، بس انت اديت لك الظروف فرصه، والاداره تخيل ان الاداره اديتك فرصه تاني بعد الموسم اللي فات اللي انت عملته. انت كان لازم المفروض انك تمشي مع مالديني ومسارة، بس انت يا اخي الظروف خلتك تكمل.
طب انت دلوقتي لما كملت استغل الفرصه، اقعد طول الصيف حضر للفريق، حضر للعيبه الجديده، حتى دوره في الميركاتو زي ما انت قلت وزي ما الاخبار كلها بتقول ان هو كان له دور في الميركاتو. المفروض ان انت تبقى عارف امكانيات اللعيبه دي وتعرف توظفها صح، عشان يقدر على الاقل يعمل الحاجه اللي هو دايما بيقولها في التصريحات اليومين دول، اللي هو اتمنى ان انا اكمل عقدي مع الميلان واتمنى ان انا اقعد مع الميلان اطول فتره ممكنه. طب انت عايز تقعد باماره ايه؟ يعني اديني اماره تخليني اقول ايه، تخليني انا كجمهور، تخلي الصحافه، تخلي الاداره تجدد لك. احنا لا في تطوير ولا في استغلال للصفقات ولا في تحضير بدني ولا في تحضير للماتشات ولا في شغل فني. طب ايه اللي يخليك تقعد في الميلان يا راجل؟ ده انت كان في ايدك فرصه وانت بتدرب نادي كبير وما استغلتهاش. فدي ملخص الموضوع. انا مشكلتي كمان الى جانب كل النقط طبعا اللي انت قلتها وهي بالظبط نفس مشاكلي، لكن حبيت بس ازود الحته دي ان هم كمان ما بيتعلموش، ما بيطوروش من روحهم، ما بيستغلوش الفرص اللي في ايديهم بس. وما عندهم احترام لانفسهم. اه يعني شوف سبحان الله، يعني الحلقه هذه اللي انا طالع فيها انا وياك يعني جايه بعد حدث كبير حصل في الدوري الايطالي، اللي هو استقاله ساري من لاتسيو. يعني شوف، انت عارف يا بيشو، انا لما اشوف اللي عمله ساري واشوف عندي بيولي واليجري، يعني شوف بيولي واليجري يقول لك انا قاعد واللي يبغى يمشيني يدفع، لا مؤاخذه يدفع الشرط الجزائي. شوف ساري قال لك بامكانه يعمل زيهم ويقول لك انا قاعد وانا راتبي ماشي وحاخذ راتبي كامل، واذا مشيتني حتعطيني بقيه رواتبي لنهايه العقد. لكنه رجل عنده احترام لنفسه، عنده احترام لذاته. ولما شاف ان الامور يعني ماشيه في سكه غلط، وشاف انه في تآمر عليه من بعض اللعيبه ومن مساعده للاسف، يعني وهي حاجه يعني يعني حاجه مخزيه للغايه، لكن لما شاف الوضع كذا قال لك لا يا عمي انا استقيل في 60 داهيه، بس احافظ على احترامي لنفسي واحترام الناس لي، وعلى الكارير حقتي وعلى السيره الذاتيه حقتي كمدرب. شايف؟ وكانت الاستقاله. لكن عندك هذول جبلات، هذول جبلات، هذول ناس مش محترمه والله يا بيشو. وهم اصلا في قرارات انفسهم عارفين انه لو مشيوا من يعني بيولي من الميلان واليجري من اليوفي، والله ما راح يلقوا احد يعني يتاويهم. حتى الانديه الصغيره اللي زي امبولي وسالرنيتانا وليتشي والله ما يستنظفوا الاشكال هذه، والله العظيم. المدربين اللي يدربوا في الانديه هذه والله مدربين اكثر من الاثنين هذول الجحوش، لكن مشكلتهم انه ما عندهم كواليتي. يعني انت مدرب في نادي يعني من انديه الاقاليم، ما عندك كواليتي لعيبه، لكن انت عندك الحد الادنى من اساسيات التدريب. انا ماني عارف الاثنين هذول كيف اخذوا لايسنس التدريب والله. وكيف يعني هل معقوله بيولي واليجري يعني حضروا دورات في كوفرتشانو ودرسوا تدريب واخذوا شهادات وعندهم اليويفا لايسنس كلاس اي عشان يدربوا في الشامبيونز ليج؟ انا بجد مستغرب انه الاثنين هذول فعلا، لانه اكيد عندهم اللايسنس هذه ولا ما يقدر يدرب في يعني نادي يلعب في الشامبيونز ليج. فكيف حصل عليها انا ماني عارف، بجد ماني عارف. عندهم وسايط معاهم واسطه مثلا ولا حاجه؟ والله شكله الاوروبيين خربوا بيني وبينك. لا هو انا بالنسبه لي عارف القصه بتاعت ايه، انه انا حاسس ان الكوره دلوقتي بتسبقهم. يعني زي ما انت بتقول المدربين اللي هم مثلا جيلاردينو مع جنوا، احنا لسه هنتكلم عنهم قدام بس انا هقول اسمائهم بس. جيلاردينو مع جنوا، بالادينو مع مونزا، تياجو موتا طبعا مع ايطاليانو، تياجو موتا مع بولونيا، ايطاليانو مع فيورنتينا. في اسماء مدربين دروستي مع روما، ودي فرانشيسكو. تحس ان تحس ان الاتحاد الايطالي من غير ما يقصد هو طلع جيل مره واحده من المدربين حلوين، مؤسسهم صح، عندهم اساسيات كره القدم، فاهمين كوره وفاهمين تكتيك صح، وكل واحد بيبتكر بطريقته. بالادينو عايز يلعب ب3 مدافعين، تياجو موتا عايز يلعب 4-2-3-1، دي روسي طالع يلعب 4-3-3. كل واحد حر، كل واحد بيطبق اللي هو اتعلمه بطريقته. فتحس ان الاتحاد الايطالي بدون قصد كده طلع الجيل ده. بس الجيل ده بصراحه من وجهه نظري اشوف ان هو بيسحب السجاده من تحت الجيل اللي هو زي أليجري وبيولي. هم خلاص ما بقوش، يعني انا بدات احس ان هم مش بس ما بقوش قادرين يجاروا الكره دي، انا بحس هم مش فاهمينها. يعني بيولي لما قال لك عايز العب الكره الحديثه واضغط واستحوذ ومش عارف ايه، هو مش فاهم اساسياتها. لما مثلا روما عملها امام برايتون في ماتش الذهاب 4-0،
لما الفترات اللي كان روما بيستحوذ فيها هو كان عارف كويس قوي يعني ايه استحواذ، كان عارف كويس قوي يعني ايه ضغط عالي، لان الضغط العالي ده بالنسبه لروما سجل من خلاله هدفين، الخروج بالكوره والتمريرات العموديه سجل منها هدف. فبالنسبه لروما تحس دي روسي متاسس صح. بيولي واليجري تحس ان خلاص الكوره سبقتهم بكتير قوي، وهم ما بقوش قادرين ان هم يجاروا اللي بيحصل حواليهم. صحيح. فهي دي مشكله برضه من ضمن المشاكل. والله شوف يا بيشو، خليني اقول لك حاجه، خليني بس يعني احدد موقفي في نقطه مهمه. انا ترى ماني ضد الكره الدفاعيه، شايف؟ انا يعني لو تسالني انا يعني احب كره القدم اللي فيها، اللي تعتمد على الباسز، يعني اللي هي يعني اللعب على الارض. احب الكره اللعب على الارض وباصات قصيره وتحرك من غير كره. يعني مثلا يعني اعطيك المثال، لاتسيو الموسم اللي فات مع ساري، هذه الكره اللي انا ونابولي مع سباليتي الموسم اللي فات. لكن مهم جدا انوه على نقطه، انه انت لا يمكن تلعب الكره هذه كل المباريات قدام كل الخصوم، مستحيل. شايف؟ يعني حتى مانشستر سيتي لما لعب قدام الانتر، في النهائي، في فترات كثيره في المباراه ترى رجع ورا واستقبل لعب. صحيح. وقدام ريال مدريد في الذهاب، لما المباراه اللي لعبت في مدريد، يعني اغلب فترات المباراه كان مانشستر سيتي راجع ورا ومستقبل اللعب. انت متخيل جوارديولا؟ شايف؟ فكره القدم الحديثه بيشو الان ما عاد في شيء اسمه فريق يلعب مهاجم على طوال المباراه واستحواذ طوال المباراه، ولا يلعب مهاجم قدام كل الفرق واستحواذ قدام كل الفرق. كل مباراه ولها ظروفها ولها. لكن عيب من العيب ومن المخزي ومن المخجل انك انت فريق زي اليوفي وعندك كواليتي لعيبه اللي عندك تلعب لي بالطريقه هذه زونال قدام ليتشي او قدام امبولي. شايف؟ والله لا. والمصيبه انك انت ترص العشره ورا الكوره وبرضه تستقبل اهداف. انت متخيل؟ هذا بالنسبه لليوفي وبالنسبه للكره الدفاعيه. اما بالنسبه بيولي مشكلته يبيشو انه ما في افكار، يعني عشوائيه، يعني منقطعه النظير. يعني تحس والله اللعيبه ما هم عارفين اساسيات الكره. زي ما قال اشرف صاحبنا مسي عليه في الحلقه اللي طلعنا فيها انا وياه، يقول لك اللعيبه ما عندهم اساسيات الكره، ما يعرفون الاساسيات، ما يعرفون كيف يباصوا كوره. شايف؟ لا في جمل، لا في افكار، اشياء بسيطه جدا ممكن تنهي لك مباراه. يعني انك انت يعني تدرب اللعيبه على الضربات الثابته، تدرب اللعيبه على الركنيات واستغلالها وكيف يتمركزوا بحيث انه يسجلوا منها اهداف. هذه الشغلات البسيطه ممكن تنهي لك مباراه اذا كان الفريق اللي قدامك يلعب متكتل. بيولي حتى هذه الشغله البسيطه مش مدركها ومش منتبه لها. شايف؟ صحيح. فاللي ابغى اقوله انا بيشو انه عشان ما اطول في النقطه هذه، انه الله يسلمك، انه المدربين هذول الجيل اللي طالع هذا يعني بيتعامل مع كرة القدم يعني يعني مقاربته لكرة القدم مقاربة هوليستيك، يعني مقاربة كلانية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا اشوف كرة القدم كنشاط يعني متعدد الاوجه، مش انه والله مثلا انا ابغى العب كره هجوميه وخلاص او ابغى العب كره دفاعيه وخلاص. لا، هي زي ما انا قلت في البدايه، كره القدم بتلعب على فترات وكل مباراه ولها ظروفها. يعني تشوف مثلا بولونيا يعني مثلا ممكن يلعب مباراه قدام الانتر يعني يدافع في اغلب فترات المباراه، او مثلا يلعب قدام نابولي الموسم اللي فات يدافع في اغلب فترات المباراه، لكن عنده بعض الفترات يبدا يهاجم ويمسك كوره ويضغط. شايف؟ لا، الجماعه هذول يوفي مثلا على سبيل المثال، لا، طول ال 90 دقيقه العشره ورا الكره طفش وعلى امل انه يعني كره مرتده بحل فردي من كييزا ولا من بلاهوفيتش ويجي الفرج. نفس الشيء بالنسبه لبيولي. ف مقاربه المدربين هذول لكره القدم وللتدريب بصراحه ممتع انك انت تشوفه كمشاهد. يعني لما تتفرج مثلا، يعني غير كذا تحس انه عندهم شجاعه يا بيش. يعني مثلا تشوف فروزينوني يعني مع دي فرانشيسكو، الفريق يعني. انا اسف للمقاطعه، اسمه ايه يا ابو حميد؟ فروزينوني.
ايه ده؟ طب ما هتسمع يا ابو حميد. جبت لك اياه بالنطق الايطالي الاصلي، فروزينوني اموري. انا مش فاجئ يا ابو حميد، ده انا قلت ايه بلاش نتكلم عن دي فرانشيسكو النهارده عشان خاطر فروزينوني دي ما بتطلعش لا لا، انا قبل لا اطلع معك في الحلقه عملت بروف انت قعدت تذاكرها؟ عشان لا يطلع شكلنا غلط قدام المشاهدين. معلش انا اسف للمقاطعه، بس بجد كانش ينفع افوتها بصراحه. يقولوا هذا احمد العمري الاهبل اللي مش عارف ينطق الكلمه. تقرفنا فيه كل مره. اوكي، انت كنت بتقول حاجه عن فروزينوني ودي فرانشيسكو، معلش لا المقاطعه. فروزينوني بيشو الفريق يعني لسه صاعد من الدرجه الاولى، من السيريا بي، ويعني الكواليتي عنده في اللعيبه يعني كواليتي متواضع للامانه، يعني باستثناء لاعبين ثلاثه، ولكن مع ذلك تشوف دي فرانشيسكو مع فروزينوني لا يمكن انه يلعب زونال، شايف، وتطفيش. يعني تخيل انت يا بيشو، يعني قدام اليوفي فاز 3-2، انت متخيل؟ يعني فروزينوني قدر يسجل هدفين على اليوفي، لا وكان متقدم، انت متخيل؟ فروزينوني كذلك الاسبوع اللي فات خسر من لاتسيو 3-2 كذلك، سجل هدفين في لاتسيو. فنفس الشيء بالنسبه لبولونيا، نفس الشيء بالنسبه لمونزا، نفس الشيء. يعني صراحه شيء يعني يفرحك ويخليك تتفائل بمستقبل الكره الايطاليه مع المدربين هذول. بس في شغله مهمه انا ودي يعني الفت نظرك لها، انت قلت ترى الاتحاد الايطالي ما له اي علاقه باللي قاعد يصير. الاتحاد الايطالي في ديره في بلد، وايطاليا كلها، الكره الايطاليه في عالم اخر. يعني الاتحاد الايطالي منفصل عن الواقع تماما، بالعكس هو اصلا بيمارس دور يعني تخريبي وتدميري لكره القدم في ايطاليا للاسف. ده حقيقي، ما انا عشان كده ما قلت قبل تحسهم مش قاصدين، يعني هو تحس الاتحاد الايطالي مره واحده طلع جيل مدربين كويسين، فاللي هو طب الحمد لله كويس، يعني هم ما عملوش حاجه. هو اصلا ما له يد في الموضوع هذا نهائي، وهذه كلها يعني توافيق. يعني عارف بيشو، يعني توافيق انه مثلا انه مونزا الموسم اللي فات اقال ستروبا وجاب، اعتقد ستروبا اذا ماني غلطان في بدايه الموسم، تخيل بعد يمكن تقريبا اسبوعين او 3 أو 4 أسابيع اقال وجاب بالادينو، شايف؟ يعني انا اللي اقصد اقوله بيشو انه ترى تصدف معاك. يعني ساكي لما درب الميلان ترى قبل ما يدرب الميلان كان مش معروف، مدرب يعني مغمور وعمره ما لعب كره قدم، حتى لما سئل في ساكي كان بائع احذيه اصلا، وبعد كده درب انديه مغموره لغايه لما درب بارما ولاعب الميلان في الكاس وكسب الميلان، فبرلسكوني قال لك لا الراجل ده لازم يجي الصراحه. بالضبط. يعني حتى يعني سئل مره يعني انه كيف انت يعني مدرب كره قدم وانت ما لعبت كوره؟ فقال يعني انا ما اول مره ادري انه عشان تفوز بسباق الخيل لازم تكون حصان. عارف التفاؤل انه عشان تكون لازم تبقى خيل الاول، يعني لازم ابقى حصان الاول عشان ابقى بالضبط. فاللي ابغى اقوله بيشو انه يعني هي كذا، والميلان ترى على فكره يعني طول عمره يعني بتاريخه يعني هو اللي بيصنع المدربين، شايف؟ هو اللي يعني زاكيروني ما كان معروف، يعني هو جابوه الميلان من اودينيزي، وحقق مع اودينيزي يعني مستويات كويسه، وجابوه وضربت معه وجاب الكاس الاول، جاب البطوله الاولى والاخيره في تاريخه. وبعد كذا نهايته في الدوري الصيني، وهذه ان شاء الله حتكون نهايه بيولي، لانه هو وبيولي تقريبا نفس النظام يعني انا لحقت على زاكيروني وتفرجت على زاكيروني ايام ما كان يدرب الميلان. خليني اقول لك والله يا بيشو ما اشبه الليله بالبارحه، والله العظيم. يعني ال 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 الهم والغم اللي احنا شايفينه مع بيولي انا شفته في عام 98 و99 قبل لا يقال زاكيروني، انا عشته، شايف؟ يعني فريق يعني لا شكل ولا اداء ولا بس بيفوز، وحقق الدوري ده حقيقي. وكان عندنا واحد زي جيرو على فكره، يعني كان عندنا واحد اسمه بيرهوف
لاعب منتخب المانيا، نفس نظام جيرو، وكان يحب ويموت في زكروني يعني، حتى لما جاء من اودينيزي جابوا معاه. شايف؟ وسبحان الله ذاك نفس نظام جيرو، بس راس يعني يمسك، يعني تجي الكوره في رجوله، يعني شيء في منتهى القبح، تحس والله معوق، لكن بالراس سفاح للامانه يعني. شايف؟ فاحنا موعودين بالاشكال الغلط هذه، لكن ان شاء الله باذن الله يعني مع نهايه الموسم هذا كله ارمي في الزباله، يعني بيولي على بيولي على أليجري ان شاء الله يعني نخلص منه. حرام والله، حرام انه يعني فريقين من اكبر فرق ايطاليا، شايف، يدربها الاشكال الغلط هذه. والله العظيم يعني فعلا يعني انت قاعد بتخسر خسائر، يعني مش بس ماديه، ولا هي يعني على مستوى يعني البطولات، لا انت بتخسر حتى في الزاد البشري، انت بتخسر في اللعيبه اللي عندك. يعني شوف خلينا نتكلم عن اليوفي مثلا، انت شوف انحدار المستوى اللي حصل لفلاهوفيتش ولكييزا، شيء محزن. شايف؟ وقيمه اللاعبين الاثنين هذول السوقيه نزلت، يعني تدهورت وانحدرت بشكل مخيف، بحيث انه لو مثلا اليوفي، يعني لو مثلا جاء اي عرض لليوفي على واحد من اللاعبين هذول وقال لهم خذوا 40 مليون، ما يقدر اليوفي يبيع باكثر من 40 30 مليون، لانه اللعيبه مستواها نزل وقيمتها السوقيه نزلت. نفس الشيء بالنسبه للميلان، يعني الميلان في الصيف استثمر استثمار ممتاز، وصرف مبالغ يعني كبيره قياسا على الميلان وامكانياته الحاليه. فحرام انه اللعيبه ذول اللي ميلان جابهم ودفع فيهم مبالغ، ولعيبه ممتازين على فكره يعني مش سيئين، انه يصير مستواهم بالشكل هذا. يعني بولوزيتش، ريندرز، لوفتوس تشيك، يعني شوف اول ما جو كيف كانوا، وشوف الان كيف صاروا. شايف؟ هذا عدد اللعيبه اللي احنا جبناهم وكانوا ممتازين في انديتهم، جاء عندك اندمر زي تشوكويزي وزي اوكافور، وصاروا للاسف في كثير من المتابعين اللي ما بيفهموا كوره يقول لك لا لعيبه فاشلين وصفقه فاشله، مثل ما كانوا يقولوا على ديكتلاري. شوف ديكتلاري ايش قاعد يسوي في اتلانتا، لانه في مدرب. يا رجل مش ديكتلاري، ميسياس انت متخيل؟ ميسياس شوف ايش قاعد يسوي مع جنوة، شوف ايش قاعد يسوي مع جنوة. سالي ميكرز اللي انا وانت كنا نتناقش، وكنت دائما اقول لك والله يا بيشو الولد كويس وعنده كوره، انت تقولي لا شوف ايش قاعد يسوي مع بولونيا. ترى الولد والله مش سيء يا بيشو، الولد مش سيء، الولد بس يبغى تزبط دماغه بس، لكن عنده كوره وعنده فنيات وعنده امكانيات، بس يبغى لك تزبط دماغه، تزبطها شويه، وتقول له يا حبيبي لا تستعرض، العب على المضمون. الولد كويس. انت كده اديت امثله اللي احنا داخلين عليها اصلا، اللي هو مثلا حد زي جاسبريني طبعا مع اتلانتا، وحد زي تياجو موتا مع بولونيا، وجيلاردينو طبعا مع جنوا. ف ده بيخليني دلوقتي لما ببص على كل اللي انت قلته، انه حتى اللعيبه كمان بتتدمر مع بيولي واليجري، في حين ان انا لما ببص مثلا على الاسماء اللي احنا هنبتدي نناقش فيها بقى زي تياجو موتا، ايطاليانو، جيلاردينو، بلادينو، كل الناس دي بتطور من الامكانيات الضعيفه. يعني انت لسه من شويه كنت بتقول انه أليجري وبيولي ما عندهمش امكانيات فنيه، بس عندهم امكانيات فرديه، عندهم لعيبه فيها امكانيات فرديه حلوه. المدربين التانيين الشباب اللي طالع العكس، عندهم امكانيات فنيه ومفيش في ايديهم امكانيات فرديه. فالفكره بقى هنا انه المدخل بقى بتاع المدربين الجدد دول ازاي يبتدوا ياخدوا فرصه. يعني انا عايز العب معاك لعبه كده صغيره، تمام، وانا عارف ان انا بفاجئك بالموضوع ده، احنا ما اتفقناش عليه، بس انا يعني عجبتني الفكره وقلت هفاجئك بيها في الحلقه يعني. فاحنا هنلعب لعبه صغيره، تمام، انا هقول لك اسماء مدربين كتير قوي وهنبتدي نصنفهم مع بعض، حلو، عشان على نهايه الحلقه هنبقى اخترنا مين هو مدرب الميلان القادم. واليوفي نختار لليوفي برضه، حبايبنا اليوفي نختار لهم، مفيش عشان خاطر كابتن امين. عشان خاطر امين طبعا حبيبنا. فاحنا عندنا 3 تصنيفات، تمام. التصنيف الاولاني مدرب واعد وشاب. انا هقول لك اسماء المدربين وانت قلت هو انهي واحد من التصنيفات دي. اول حاجه مدرب واعد اللي هو ايه، شاب وواعد، ممكن يبقى مدرب كبير، ولكن لو اخترت ان المدرب ده في الخانه بتاعت واعد، يبقى هو غير مؤهل ان هو يدرب دلوقتي الفرق الكبيره، بس هو ممكن يتطور، يعني من الاخر مدرب كويس بس لسه محتاج تطوير. ده الواعد. التصنيف الثاني مدرب جاهز،
المدرب ده دلوقتي يمسك فريق يا باشا واشتغل معاه زي الفل. مم. التصنيف الثالث الدهن في العتاقي. ايه الدهن في العتاقي دي؟ واحده واحده. الدهن في العتاقي اللي هو ايه؟ مدرب كبير ممكن سنا، ممكن مدرب كبير مقاما، انما المدرب ده قادر لغايه دلوقتي ان هو يجاري كل اللي بيحصل حواليه، وقادر يؤدي اداءات كبيره. حلو، حتى لو هو مدرب كبير في السن. فخلاص تمام، مدرب واعد، مدرب جاهز، دهن في العتاق. فانا هقول لك الاسماء وهنصنفهم، وبعد كده نحكي فيهم زي ما احنا عايزين. رقم واحد، تياجو موتا. واعد ولا جاهز ولا الدهن في العتاقي؟ هو اكيد مش الدهن في العتاقي، بس هو جاهز. واعد ولا جاهز؟ لا جاهز. جاهز. جاهز حلو قوي. هسألك بقى سؤال، تياجو موتا دلوقتي جاهز يمسك ميلان او يوفي؟ جدا. ليه بقى؟ آه شوف، قياسا على اللي عمله مع بولونيا بداية من الموسم اللي فات، يدلك انه المدرب. بس شوف، خليني اقول لك، فكره انه مدرب جاهز مش معناته انه ضمانه انه ينجح. هذه طبعا. النقطه، اي هذه النقطه بس انا يعني يهمني انه تكون واصله. مدرب جاهز لانه شفنا يعني شغله مع بولونيا ونتائجه، وشكل الفريق في الملعب. يعني بولونيا يعني من اكثر الفرق والله بيشو اللي انا يعني الموسم هذا من الموسم اللي فات استمتع باني اتفرج على كرتها. فعلا يعني يلعبوا كره جميله جميله جدا على الرغم من الامكانيات اللي عنده مش افضل شيء. يعني يمكن عنده لاعبين ثلاثه انا يعجبوني، اما بقيه اللاعبين يعني مثلا عندك فرويلر يعجبني كثير، فرويلر لاعب رائع. عندك مثلا ابيشير برضو عاجبني. عندك طبعا. زيركزي ما يحتاج، يعني هذا ما يحتاج نتكلم عنه. اورسوليني انا احب اللاعب هذا كثير يعني، واتمنى اشوفه مع منتخبنا الوطني. ف سعودي، البطل ايوه، السعودي. لا منتخبنا الوطني الايطالي. ف فاجمالا يعني تياغو موتا عمل شغل رائع. وبعدين انت يعني انت انسان بتفهم في الكوره، يعني انا ما ازعم اني انا افهم كثير بس افهم يعني على قدي. انت شغل المدرب يبان في الملعب، يبان ان المدرب هذا عنده افكار، عنده يعني يعني رؤيه يبغى يطبقها، يبغى ينفذها. شايف؟ فتعرف انه هذا المدرب عنده شيء. انا اقول لك مدرب يعني تياغو موتا جاهز يمسك فريق كبير، بس اهم حاجه انك انت لما يمسك الفريق الكبير هذا يعني ما تطالبه من اول موسم مثلا انه يحقق لك بطوله، تصبر عليه. لانه انت كنادي كبير يا بيشو، انت يعني في اختيار المدربين عندك واحده من ثنتين، يا اما انك انت تجيب مدرب يعني من فريق صغير لكن واعد وعنده يعني بوتنشلز وتعطيه الثقه وتصنعه، يا اما انك انت تجيب مدرب كبير جاهز عنده خبره وتقول له بس اذا جبت المدرب النوع هذا من المدربين تطالبه من البدايه، تقول له انا حجيبك وحاعطيك كل اللي تحتاجه بس ابغى منك بطوله، ما ابغى يعني فهمت. فانا شفت ياغو موتا لا مدرب يعني اكثر من واعد، انا اشوف انه جاهز يمسك فريق كبير. انا اشوف ان هو يعني انا كنت محتار في التصنيف ده بصراحه، يعني انا محتار اقول عليه واعد ولا جاهز، بس انا اميل شويه لانه جاهز. بس انا محتاج حاجتين. الحاجه الاولانيه زي ما انت قلت، انه النادي ما يطالبوش في اول موسم باي انك تكسب لي كاس ولا تكسب لي دوري ولا اي حاجه. طبعا الوصول للتشامبيونز ليج دي مهمه، لكن انه تكسب اي بطوله لا. والحاجه الثانيه مطلوبه من تياجو موتا نفسه ان هو كمان يطور من روحه. هو محتاج ان هو يطور من نفسه. انا ما بقولش ان هو مدرب تعبان، بس انا بقول انه دايما المدرب اللي بيفرق مدرب كبير عن مدرب تاني، انه المدرب الكبير دايما بيطور من نفسه، عمل افكار الانديه كلها حفظتها، فبيجي الموسم اللي بعده يعمل افكار جديده عشان يفضل متجدد ومتنوع ويستمر، او زي ما بيقولوا كده يطول عمره في الملاعب اكتر واكتر. صح. فتياجو موتا محتاج كده عشان يثبت ان هو فعلا مدرب جاهز. فانا بصراحه اتفق معاك ان تياجو موتا مدرب جاهز. اذا تسمح لي بيشو، شفت ياغو موتا الموسم اللي فات والموسم هذا تقريبا اغلب الموسم هذا والموسم اللي فات كله بيلعب 4-2-3-1. شايف؟ الموسم هذا انا ملاحظ تقريبا من 3-4 اسابيع بدا يلعب 4-3-3. شايف؟ وبدا يغير يعني في اسلوب اللعب. ف
انا اشوف انه تياغو موتا يعني عنده، زي ما قلت لك انا، وان كنت يعني قلت انه مدرب جاهز، لانه لسه عنده يعني اشياء كثيره لازم يتعلمها، وعنده هامش كبير للتطور، يعني لانه برضو المدرب هذا يعني انت من خلال مشاهدتك للفريق تحس انه لا يعني بيجرب افكار واحده وثنتين وثلاثه وبينوع وبيغير عشان يوصل لصيغه معينه، يعني شو يكون هي الافضل او هي الامثل. ف يعني مثلا انا اتذكر بدايه الموسم كان بيلعب بفيرجسون يعني 6، الحين صار يلعب فيرجسون 10، شايف؟ وفرويلر صار يرجع 6. اللي اقصد اقوله انه يعني حتى بينوع في اماكن اللعيبه ويجرب هنا وهنا عشان يوصل. واللعيبه الحاجه الحلوه يعني انه اللعيبه يعني بتتطور معاه بشكل يعني منطرد، يعني فيرجسون او الموسم اللي فات غير فيرجسون الان، فرويلر الموسم اللي فات غير الموسم هذا، اورسوليني، ايبشر، يعني حتى لعيبه يعني زي يعني مخلصين كوره، يعني زي مثلا دي سيلفستري، يا رجل اذا نزل بديل او لعب اساسي مكان اللاعب الاساسي اذا كان مصاب او موقوف، تقول كانه يعني ابن 25 26 سنه مع انه فوق ال30، شايف؟ فلا تياغو موتا عنده، وانا اشوف انه جاهز وعنده يعني عنده القابليه انه يتطور ويتعلم ويكون حاجه كبيره يعني في المستقبل. وهو تحس ان شخصيته، يعني كل اللي انت بتقوله في موضوع اللعيبه ده هي دي شخصيه المدرب، وحته شخصيه المدرب دي احنا محتاجينها قوي. طبعا محتاجين فنيات ومحتاجين الكلام زي كده وتطوير اللعيبه، لكن شخصيه المدرب كمان بالنسبه لنا مهمه قوي. جدا. طيب المدرب اللي بعده، قول لي هو واعد ولا جاهز ولا الدهن في العتاقي؟ تمام. انطونيو كونتي. الدهن في العتاقي. الدهن في العتاقي، ها؟ انا احب انطونيو كونتي يا بيشو، تمام. انا احبه، بس مم. يعني تستغرب اني اقول لك انا احبه لكني ما اتمنى للميلان بصراحه. فعلا. انطونيو كونتي مدرب يعني فنيا لا يعلى عليه، يعني لا غبار عليه ولا ينتطح عليه عنزان، يعني ما في نقاش عليه. لكن مشكله انطونيو كونتي، وانت تكلمت في الموضوع هذا كثير وما في داعي اعيد الكلام وازيده، لكن مشكله انطونيو كونتي بيشو انه مش مدرب مشروع للاسف. مم. يعني انطونيو كونتي يجيك يمسك الفريق موسم موسمين ويقول لك مع السلامه، هو كذا طب. طبيعته، شايف؟ هذا شيء. الشيء الثاني لو حصل لا سمح الله مشكله وخلاف بينك وبينه انت كاداره، يطلع يخرب الدنيا ويشبشب للنادي ويشبشب للاداره ف يعني غير كذا طلباته كثير، شايف؟ انا مم. في نقطه كنت ابغى اقولها بيشو قبل لا نتكلم عن تصنيف المدربين ونسيتها والان اتذكرت. شوف ترى المدرب الكبير يا بيشو هو اللي يقدر يعني يعمل او المدرب الكويس، خلينا نقول المدرب الكويس مش المدرب الكويس اللي عنده يعني عنده قدره انه يعني يكون مدرب كبير، هو المدرب القادر على انه يعمل حاجه ممتازه من امكانيات محدوده، شايف؟ مم. اما انك انت تجيب لي مدرب تجيب لي افضل اللعيبه في الكوكب تجيبهم عنده، شايف؟ ويحقق فيهم بطوله، اوكي انجاز، لكن انت عندك الادوات، شايف؟ طبعا مم. المدرب اللي عنده افضل الادوات ويخلص وينهي الموسم في المركز الخامس وحكم المحكمه يطلعه رابع، هذا موضوع ثاني. هذا حمار بعيد. لكن سوري. طب يعني انت انطونيو كونتي لا تتمناه للميلان، طيب اسالك سؤال، انطونيو كونتي لليوفي قشطه؟ شوف انطونيو كونتي كلنا نعرف انه هو يحب يلعب 3 باك لاين، يعني فانا اشوف انه مناسب لنوعيه اللعيب، زي ما اتفقنا احنا انه انت تختار الفورميشن على حسب نوعيه اللعيبه اللي عندك، فانا اشوف انه نوعيه اللعيبه اللي في اليوفي تناسب الفورميشن اللي يحب يلعبها كونتي. بس برضو اجين مشكله كونتي اذا بيستمر على العقليه اللي هي عنده هذه، اللي هو يعني عندي وما بي يعني ما بيساير ولا بهذا،
صدقني ما راح يعني ما راح يطول مع اي نادي يمسكه، يعني موسم موسمين ويطلع بمشاكل. انا اتمنى بصدق يعني انه انطونيو كونتي يعني يلين دماغه شويه، ويعني ويساير ويتعلم، يعني ياخذ ويدي، لانه عنده كره، عنده حاجه يعني فخر وهينقذ الصناعه مسيرته. زي ما انت قلت. يعني هو هينقذ مسيرته التدريبيه لو عمل كده، فاهم؟ اللي هو اللي عنده كتير يقدر يقدم، فهو محتاج بس الحته دي عشان ينقذ مسيرته التدريبيه بس هو دايما الناس عندها وجهه النظر بتاعت ان هو مدرب بتاع مشاكل وبتاع، فكله مش عايز، محدش عايز وجع دماغ، كله عايز استقرار في النادي دلوقتي، كله ماشي كده. صحيح. فدي مهمه ان هو يشتغل عليها. طب ايطاليانو والله يشوف، ولا الدهن في العتاقي؟ هو مش الدهن في العتاقي قوي يعني. لا صغير، اصغر مني ترى. ما انا بقول لك هو مش الدهن في العتاقي خالص، هو يا واد عايز يجهز. مواليد 82 يعني تقريبا، يمكن في اوائل الاربعينات. طيب 82 يعني من سني. لا انت 92 يا بيش ولا؟ ما فرقتش كتير يعني، ابو حميد هيها فرق يعني هو عنده يعني هو العصر. يعني هو حاجه و40 يعني، عارف يعني 42 41 حاجه زي كذا. ف طب هو لا شوف، ايطاليانو انا عندي مشكله مع ايطاليانو للامانه. يعني ايطاليانو بيلعب كره قدم جميله، انا ما اقول لك، و يعني اداء ممتع، بس مشكله ايطاليانو انه في تهور، عارف يعني غير متوازن. يعني شوف فيورنتينا ممكن يفوز 4 بس داخل فيه 3، ممكن ايوه يفوز 5 داخل فيه 4. شايف مشكله. النقطه دي بالذات، اسف للمقاطعه، بس انا النقطه دي بالذات هي اللي مخلياني محدد تصنيف ايطاليانو. اي فانا اشوف انه ايطاليانو يعني واعد، مش جاهز. انا يبغى له متفق. يبغى له وقت يبغى له يتعلم التوازن، انه يلعب بتوازن. شايف؟ صحيح. لكن اذا قدر يتعلم الشغله هذه وظبطها، صدقني مدرب حيكون يعني ملوش حل يعني. طيب اللي شبهه بقى، اللي شبه ايطاليانو، دي تزيربي، واعد ولا جاهز؟ ديتزيربي اللي شبه ايطاليانو، ديتزيربي. لا مش شبهه في الشكل، شبهه في فكره ان مفيش توازن جوه الملعب. ايوه لا انا قصدي في اللعب، ديتزيربي ما عنده توازن. ديتزيربي ممكن يفوز في مباراه 5-0 او 5-4، وممكن يخسر مباراه زي قدام روما 4-0. صحيح. فعشان كده برضه انا الاثنين بالنسبه لي شبه بعض، فقلت ايه الطشهم الاثنين ورا بعض. ديتزيربي بالنسبه لك واعد ولا جاهز؟ لا ديتزيربي ما ادري والله بصراحه، انا ما يعجبني ديتزيربي للامانه يعني. هي محيره فعلا. اي ممكن يكون واعد، يعني ممكن يكون واعد، مع انه الان الناس بتتكلم عن ديتزيربي. انا لو الحين ممكن كثير من الناس اللي اذا سمعوا كلامي وانا اقول عن ديتزيربي واعد ممكن حيضربوني بالجزم. لا يا راجل على فكره حاسس كده، اصل هي الفرق ما بين واعد وجاهز ايه؟ انه مدرب واعد يعني هو عنده امكانيات حلوه بس لسه عنده نواقص ومشاكل، يعني في حاجات محتاج يتعلمها. زي ايطاليانو، انا معجب بايطاليانو جدا والكره اللي بيلعبها، بس انا مشكلتي مع ايطاليانو هي دي، ان هو فعلا بيبقى واخد قرارات لدرجه انه في بدايه الموسم داخل قدام الانتر ماسك كوره، يا معلم ما انت لازم تلبس 4، ما هو ما ينفعش. ديتزيربي بيكسب ماتش 5-0، الماتش اللي بعده بيخسر 6-1. طب انا دي نقط، انا ما بقولش ان هو مدرب وحش، بس انا بقول انه عنده الحته دي، محتاج بس ان هو يظبط امتى يكون متوازن، زي ما اتكلمنا عن تياجو موتا، وزي ما في مدربين تاني هنتكلم عنهم، انا متاكد ان هنجيب سيره التوازن دي. فعشان كده بقول انا رايي من رايك ان ديتزيربي مدرب عارف ان هو يعني بيلعب كوره حلوه قوي، بس هو مدرب واعد لسه، لان لسه عنده نواقص مهمه. كره القدم مش هجوم بس، كره القدم هجوم ودفاع. الهجوم يكسبك، انا مقتنع بالجمله دي، الهجوم يكسبك مباريات، الدفاع يكسبك بطولات. صحيح. يعني واقف على رجلك هو ده اللي هيكسبك بطولات. فعشان كده انا رايي ان تتزايد كده بصراحه. وما في فريق بيشوف في الدنيا، ما في فريق في الدنيا ممكن يفوز ببطولات لو ما كان سوليد دفاعيا. صحيح. طيب حبيب قلبك مين؟ حبايبي كثير. اللي بيدرب النادي اللي انت الحمد لله اتعلمت اسمه. دي فرانشيسكو. دي فرانشيسكو مدرب واعد ولا جاهز ولا الدهن في العتاق؟ لا انا اشوف انه لا، هو شوف دي فرانشيسكو يعني
مش واعد، لانه وانا قديم يعني. وبرضه ما نقدر نقول الدين في العتاقي لانه ترى مش كبير ما يعني كثير يعني مش جدا كبير. فلكن نقول دي فرانشيسكو مدرب جاهز يعني ما لا شك في ذلك. تتمنى لي ميلان؟ لو جاء الميلان ما اكره انا، انت عارف اللي اتمنى للميلان مين. لا انا بقول لك يعني انت شايفه مدرب جاهز بس اللي هو مش عايزه للميلان، يعني مش بتتمناه للميلان. لا بالعكس انا اقول لك انا لو جاء الميلان حكون سعيد، وحتشوف الميلان يلعب كرة قدم في منتهى الجمال. حلو. طيب في شايف؟ المدرب ده هو مش هيجي الميلان بس انا حبيت اسالك عنه يعني. دي روسي. الله. هل نحكم عليه دلوقتي ولا مش هقدر احطه في تصنيف؟ يعني انا بصراحه ده اللاعب الوحيد المدرب الوحيد اللي ممكن لو انت قلت لي لا مش عايز تصنفه دلوقتي براحتك، ولو انت لا عندك تصنيف قول لي عندي، تمام. اقدر اصنف. انا اشوف انه دي روسي مدرب واحد، لانه احنا لسه واحد. ما شفنا واحد، احنا لسه ما شفنا منه شيء. لكن بدايته مبشره وواعده يعني، هو مبشره. بس المشكله في حاجه انه عارف، اولا جمهور روما ليه فتره كبيره قوي نفسه يشوف روما بيلعب الكره الحلوه، اصل روما معروف ان هو بيلعب الكره الحلوه، من زمان صح. فيمكن بدأ يلمس مع الناس شويه، مع قلوب الناس شويه، بس للامانه مش عاطفيا ومش عشان الناس كانت بتحب دروسي طبعا كلاعب، بس لان دروسي فعلا بيلعب كره حلوه. دي حاجه احنا مش يعني مش لا احنا بنأفور ولا احنا عايزين بس نجمل صوره دروسي، بس هو لا فعلا بيلعبها ابدا كرة حلوة. بس عشان ابدا. قله الماتشات، لان الماتشات قليله للاسف، فدي اللي خلتني اقول لك ايه، طب هو انت عندك تصنيف ليه ولا لا؟ بس انا اشوف برضو ان هو فعلا مدرب واعد وواعد جدا كمان. خليني اقول لك شغله انا لاحظتها على دروسي من اول مباراه مسك فيها روما، وقاعد اشوفها نمط بيتكرر في كل المباريات اللي لعبها. وانا شفت تقريبا اغلب المباريات اللي لعبتها روما مع دروسي شفتها. لاحظت الرجل انه يعني عنده تركيز على موضوع اللي هو البناء من الخلف. شايف؟ وعنده اصرار عليه قوي. يعني عنده اصرار على موضوع البناء من الخلف. وان كان في بعض المباريات تحس انه يعني تحصل لهم مشاكل يعني، لكن تحس انه البناء من الخلف والخروج بالكره كل مباراه عن الثانيه تحس انه بيتطور وبيتحسن اكثر. ما هو ليه كان بيحصل له مشاكل في البناء من الخلف؟ مع يعني معلش ما حدش يتضايق، بس هو فعلا فريق روما اولا ما عندوش الامكانيات الجاهزه ان هو يلعب الكره دي، ثانيا هو ليه سنين مع مورينيو هو ما بيبنيش من الخلف، هو صح. شعلق الكره الطويله وننزلها على الارض قدام ونشتغل. فهو انت دلوقتي بتبتدي تزرع حاجه جديده في اللعيبه هم ما كانوش بيلعبوا عليها، ما كانوش متعودين عليها، فطبيعي صح. تحصل مشاكل. بس بجد يعني النقطه دي فعلا. انا اتوقع يا بيشو، انا اتوقع اذا استمر دي روسي مع روما، انا اتوقع ممكن روما حتوصل مرحله في موضوع البناء من الخلف والخروج بالكره، يعني حاجه شبيهه بالانتر، يعني الشياكه والجمال حيكون شبيه بالانتر. انا بس اتوقع لازم كذا. نفس النقطة اللي قلناها على تياجو موتا، دي روسي لازم يطور من نفسه، عشان فكرة يتوقع ان اللي هو بيعمله دلوقتي هيدخل بيه الموسم الجاي وهتفضل ماشية، لا المدربين خلاص هتحفظك والموسم الجاي هيبتدوا ان هم يعرفوا يقفلوا عليك، فلازم هو يشتغل على الحتة دي. شوف دي روسي عمل شغله انا اشوف انها بصراحه يعني في منتهى الذكاء. لما مسك روما ترى ما طلب يعني فلوس ولا طلب حاجه، قال لهم انا بكمل معاكم الموسم هذا، ولو يعني شفتوا الفريق يعني مشى كويس وادى كويس، جددوا معي موسم ثاني واعطوني المبلغ اللي تعطوني. ف صحيح. يعني بصراحه انا اشوف انه هذه يعني حركه منه في منتهى الذكاء. ليش؟ زي ما قال محمد امين، قال عرف يسوق نفسه، عرف يبيع نفسه لروما ويقدم نفسه كمدرب. لانه هذا شوف الانسان اللي يفكر بالطريقه هذه بيشو يعني انسان ذكي، وذكائه حيوصله يعني اذا استمر. شايف؟ طالما انه بقول لك بيفكر. انا اسف المقاطعة بس مش قادر امسك نفسي. نفس اللي لسه قايلينه على بيولي واليجري ان هم ما بيعرفوش يستغلوا الفرص، دي روسي بيعرف يستغل الفرص قوي. يا معلم انت تحس ان الراجل مسك في فرصه تدريب روما حتى لو لوقت مؤقت بايديه واسنانه، اللي هو انا هخلي الناس كلها تشوف الكره الحلوه بتتلعب ازاي بعد الكره القميئه مع مورينيو، وانتوا اكيد. قراركم بقى انا استغل انا الفرصه.
اكيد انا مدرب ما لي اسم ولا لي تاريخ، وابغى ابني اسم وابغى ابني تاريخ، فلازم اكون واقعي في طلباتي، ولازم ابدا المشوار يعني خطوه خطوه، واخذ السلم من تحت. فيعني العقل والمنطق يقول كذا، يعني اصلا المفروض انا ما اقول ذكي، المفروض اقول انه انسان طبيعي، انسان سوي، تفكيره طبيعي، تفكيره سوي. معلش، ما احنا بنشوف فينيو أليجري، فلازم نقول عليه ان هو يعتبر انسان كويس يعني، لان احنا بنشوف فينيو أليجري ففي حاجات يعني. بالمقارنه اكيد ما في شيء، لكن والله بيشو للامانه يعني انا من خلال اللي انا قاعد اشوفه، انا لا زلت اقول انه الحكم على دي روسي مبكر، لكن احنا في عندنا يعني اشارات، في عندنا زي ما يقولوا يعني مؤشرات بتدل على انه الرجل هذا عنده حاجه، شايف؟ غير كذا زي ما قلت لك يعني شكل الفريق، يعني انا بلاحظ روما يعني اسلوب اللعب واداء وطريقه يعني والاداء والشكل في الملعب بيتطور من مباراه لمباراه مع دي روسي، فهذا اللي مخليني انا اقول لك والله انا متفائل انه المدرب هذا ممكن يعني يعمل حاجه مع روما، وممكن يعني يكون مشروع مدرب كبير. فنقول واحد. حلو. طيب في اثنين انا مش عارف اسالك الاثنين مع بعض ولا نمشيهم واحد واحد، جيلاردينو وبالادينو، يمكن عشان اسمهم شبه بعض مش عارف، بس يعني جيلاردينو وبالادينو واعدين ولا جاهزين؟ واعدين. مم. اي واعدين. على فكره انت اختياراتك زيي بالظبط، انا رايي كده برضه، مع العلم اللي يعني جيلاردينو تحديدا يمكن الفتره الاخيره ما اعرفش ليه انا مركز معاه زياده، الصراحه انا معجب بيه. بالادينو لا حلو، بس انا حاسه فعلا واعد، يعني اللي هو اتقالوا عليه يا جماعه شويه، الناس بتقعد تقول ايه ميلان ودلوقتي اتقالوا عليه شويه، اتقالوا يمكن موسم تاني، الراجل لسه محتاج. جيلاردينو بيشو جيلاردينو انا عاجبني كثير، خالص. ويعني لفت نظري من اول مباراه لجنوا في الموسم، لفت نظري، مع انه ترى على فكره اللعيبه اللي عنده ترى يعني امكانيات متواضعه، باستثناء يمكن ريتيغوي وجودمونسون، الباقيين لعيبه عاديين جدا، شايف؟ ولكن مع ذلك غير كذا ترى جيلاردينو في شغله يعني لفتت نظري، اللي هو انه الرجل بيلعب كره بطريقه يعني في منتهى البراغماتيه قوي يعني قوي. لاحظت جدا وعقلاني جدا ومتوازن جدا، انا عشان كده بقول لك انا مركز معاه فتره فعجبني الصراحه. فهذا يعطيك مؤشر انه لا والله هذا مش سهل، هذا الولد هذا مش بسيط عارف يعني ترى الكره اللي بيقدمها ما هي كره، يعني ما هي كره سكسي فوتبول، ما هي الكره الجميله، لكنها في منتهى الواقعيه وفي منتهى الفعاليه. ده حقيقي. طيب هذا اللي انا بقول. طيب يعني الباقيين بلادينو عشان بس نكمل، بلادينو مدرب برضه مدرب واحد وبيقدم كره جميله للامانه يعني مع مونزا، ومدرب شجاع يعني ما عنده، بيلعب من غير عقد ومن غير خوف ومن غير يعني تردد يعني، وعامل شغل مع مونزا وطور لعيبه وخلق لعيبه بصراحه يعني شيء في منتهى الجمال بصراحه. بس انا عندي ملحوظه على بلادينو، ما اعرفش انت بتاخد بالك منها او لا، او حد من اللي بيتفرج عليها بياخد باله منها، انا بحس ان الراجل احيانا بيأفور، وعلى حسب بيأفور في ايه، يعني احيانا بحسه بيبالغ شويه في الدفاع، واحيانا بحسه بيبالغ شويه في الهجوم، هو مش متزمت، يعني مثلا مش زي ايطاليانو متزمت شويه، مش زي ديزيربي متزمت شويه هجوميا، لا هو مش كده، هو بيلعب كره متوازنه على فكره، بس هو احيانا بيزودها، احيانا اللي هو ايه، واعتقد دي مع الخبره، يعني مع الخبرات هيبتدي يعرف امتى يحط السيناريو بشكل سليم، امتى يهاجم وامتى يدافع، لان احيانا بحس ان هو بيزودها شويه، فما اعرفش الموضوع ده انا بس اللي شايفه، او يمكن انا شايفه وجهه نظر غلط، بس انا حاسس كده بصراحه. بالعكس انا لاحظت الشغله دي واتفق معك 100%، وعشان كذا احنا قلنا عنه انه مدرب واحد. هو مدرب واحد. الباقيين بص، باقي المدربين بقى اقول لك عليهم حاجه، هم كلهم يعني مش محتاجين كلام كتير، فاهم؟ هم كلهم محتاجين ايه، تصنيف على طول، لان اعتقد اول ما هيتقال الاسم الناس كلها عارفه الدنيا هتمشي ازاي. فتعالى نمسكهم واحد واحد. جاسبريني مدرب واحد صح؟ مدرب واحد انا حاسس لسه ما اخذ الرخصه. جاهز ولا دهن في العتاقي؟ مين؟ جاسبريني. لا اكيد الدين في العتاقي ما يحتاج. دهن في العتاقي ها؟ طيب انزاجي.
انزاغي طبعا مش كبير، فنقول مدرب جاهز للغايه. جاهز للغايه. مع انه على فكره انا ترى الموسم اللي فات انا كان عندي مشكله مع انزاغي، يمكن تكلمنا في الموضوع هذا، وكان عندي تعليقات عليه يعني لكن ما شاء الله عليه يعني واضح انه بيتعلم يعني الموسم هذا يعني. اذا استثنينا مباراه الشامبيونز ليج قدام اتلتيكو الموسم هذا، يعني واضح انه يعني المشاكل اللي كانت عنده يعني تفاداها وصلح من نفسه يعني. فلاقي مدرب ممتاز يعني، مش انا اللي اشهد له، مش انا اللي اقيمه. طيب موريسيو ساري هذا اللي انا والله يا بيشو لما استقال دي وراها ايه، فانا فاهم هو ليه عمل كده. خد راحتك. انت عارف انا لما استقال من لاتسيو ايش قلت لك؟ ارسلت لك مسج، ايش قلت لك والله العظيم لو في ناس محترمه تفهم وعندها كوره على طول تلقط وما تفوت الفرصه هذه. ساري لا ساري حاجه ثانيه. قبل ما نتكلم عليه صنفوا لي هو دهن في عتاقي. دهن في العتاقي. وبعدين ساري يعني الحلو في ساري يا بيشو ايش؟ انه بيلعب الكره الحديثه. شايف انا ما احب كلمه الكره الحديثه، لكن اللي اصطلح عليها انها كره حديثه، بيلعب الكره هذه بس في نفس الوقت واقعي للغايه. اذا حس انه اذا انزنق او مثلا حس انه يعني ممكن يعني ورط بشيء، لا عادي يرص ال10 ورا الكوره ما في مشكله. ما بينزلش يفتح الملعب قدام الانتر 5 ماتشات ورا بعض يعني. لا ابدا وياكل 10 مجموع المباريات. الله يحرم. لا راجل واقعي يعني. هو ساري فعلا متوازن يعني. انا بحس انه ساري فعلا هو لما بيلعب الكره، او لو في ماتش مثلا مستدعي ان هو يهاجم، انت بتشوف الهجوم بتاعه كورته حلو وعنده حلول يعني. برضو ما تحسش ان عارف في لحظه كده بتشوفها في فريق الميلان وفي اليوفي برضو في الحاله الهجوميه، اللعيبه معاها الكوره مش عارف تعمل ايه. اللعيبه كلها كوره واقفه في حضن المدافعين، واللي معاه الكوره يفضل يبص يمين وشمال وفوق وتحت ومش عارف يبص لفين. لا لعيبه لاتسيو مع ساري كنت تحس اللعيبه بتنقل الكوره بسرعه، حتى هم مستحوذين وبيلعبوا فريق متكتل لانه اوريدي هو فيه افكار. صحيح. في الحاله الدفاعيه برضو يعني الفريق ما كانش هش يعني. هو كان فريق برضو كان جيد دفاعيا وكان واقف على رجله، فهو عنده توازن ما بين الهجوم والدفاع. لاتسيو الموسم اللي فات برومانيولي وباتريك سناتر انهى الموسم باقوى خط دفاع. انت متخيل؟ اقوى حتى من نابولي. انت متخيل؟ يعني فرقه سوليد يعني بتلعب كره جميله وكره استحواذ وكره هجوميه وباصات قصيره وكل حاجه، وفي نفس الوقت فرقه سوليد يعني دفاع قوي جدا. فانا اقول لك ساري لو حصل وجاء الميلان انت حتشوف يعني بنوعيه اللعيبه اللي موجودين في الملاحظ. خلي بالك لاتسيو ترى الكواليتي حقت اللعيبه اللي فيه مش يعني لا يمكن تقارن بالكواليتي اللي في الميلان حتى الموسم اللي فات. شايف؟ ومع ذلك كلنا شفنا يعني باستثناء لاعبين ثلاثه يعني مثلا زكاني، مثلا لويس البرتو البرازيلي، فيليبي اندرسون، باستثناء هذول يعني وميلينكوفيتش سافيتش يعني باستثناء هذول يعني لعيبه عاديين يعني يمشوا. ومع ذلك شفنا الموسم اللي فات عمل ساري من لاتسيو فرقه بصراحه محترمه للغايه. شايف؟ هو يمكن الموسم اللي فات اللي خذل ساري انه ما عنده دكه. هذه المشكله، انه لاتسيو فعلا ما في دبث في السكواد. هذه مشكله لاتسيو. فتخيل انت لو يمسك ساري الميلان بالسكواد اللي موجود، بالدبث اللي موجود، بالكواليتي حقت اللعيبه الموجوده، كيف حيكون شكل الميلان؟ طيب قبل بقى ما ندخل في الحته دي عشان لسه هنجيلها، فهتقل معاك واحده واحده. في كام مدرب صغيرين باقيين؟ في 2 مدربين واعدين. انا عارف ان هم واعدين وهسالك وانت هتقول لي ان هم واعدين، بس برضو نسالهم في العموم يعني. المدرب الاولاني كارلو انشيلوتي. لا ما ينفع. كده بسال صح يعني؟ اكتب ازاي في العتاقي من غير ما اسال صح؟ هذا خليه يرجع كوفرتشانو ياخذ كورس. لعلمك مدرب عنده كوره يعني. كارلو انشيلوتي مدرب كويس عنده كوره. شايف كده ده شايف كده هو فعلا عليه ما اتفرجناش عليه بشكل كافي يعني. ما عندناش ماده في ايدينا نحكم عليها كافيه يعني. هم حيلا كام تشامبيونز ليج مع الميلان، على كام تشامبيونز ليج مع ريال مدريد، على كام دوري هنا وهنا، مش حاجه يعني. طيب
ويورجن كلوب. انا هقول لك ليه انا بسالك على الاثنين دول، انا عارف كده كده تصنيفهم، بس هقول لك ليه بعد ما نخلص التصنيفات. فانشيلوتي ويورجن كلوب اكتبهم الاثنين فين؟ اكيد يعني فاديهم في العتاقي اكيد. في العتاق الاثنين، ها؟ اكيد. ماشي طيب. ستيفانو بيولي. اه لا، ده مش بيولي، فانا اسف، سوري. يوري ارمي في الزباله. ارمي في اقرب صفيحه زباله ارمي فيها وكب عليه غاز وولع فيه. انا طب انا فيني انا فيني غل عليه، فيني غل عليه. باين والله، باين من غير ما تقول. طيب ملهاش لازمه اسالك عن اليجري، لان اكيد هحذفهم هما الاثنين في نفس في نفس الزباله. بعض. طيب تعالى بقى ايه، نلعب لعبه صغيره كده واحنا في نهايه الحلقه. دلوقتي احنا صنفنا المدربين. قبل اللعبه يا بيشو، قبل اللعبه بس معليش، انا ابغى الفت نظرك لمدرب ابغاك تراقبه وتخلي بالك معاه وتخلي عينك عليه. تشوف في مدرب اودينيزي الحالي. ايوه قول لي بقى اسمه عشان انا بنساه. شوف في ايوه شوفني حاجه كده تقريبا. خلي على بالك، فكره خلي عينك عليه يا بيشو. خلي انا عينك. معلش المقاطعه، بس انا بشكرك قوي ان انت فتحت الموضوع ده، لان انا كنت عايز اقول على الراجل ده حاجه بس والله دايما بنسى اسمه. انا فاكر له ماتشين وعجبني قوي تصرفه في الماتشين رغم ان الماتشين عكس بعض تماما. لما لاعب الميلان، الراجل عارف كويس قوي انه بيولي مش بيلعب برتم سريع، فنازل المباراه كلها هو مسرع الريتم على الميلان، واول ما يقطع الكوره تك نقلات سريعه قوي، فخلى الميلان طول المباراه 90 دقيقه بيجري ورا لعيبه اودونيزي في الماتش. العجيب بقى لما جه لعب اليوفي عمل العكس تماما. قال لك اليوفي لو قفلت عليه وقطعت عليه زوايا التمرير وعملت تكتل دفاعي ودفعت دفاع منطقه وما اديتش اي نفس لعيبه اليوفي هيتقتل. ورميت له الكوره ورميت له الكوره. فدي يتورط يعطل. انا عجبني. وعلى فكره الفرق ما بين الماتشين كان يمكن اسبوعين، يعني مش اللي هو مثلا فتره كبيره فالراجل غير طريقه تفكيره خالص وطريقه لعبه. لا ده الراجل في ماتشين وماتشين قدام فرق كبيره ميلان ويوفي، ومع ذلك كان جريء جدا في انه ياخد قرار سرعه الريتم امام الميلان، وانه هو اللي تخيل انه تشوفلي. انا معلش هو ده، معلش زي فروزينوني عديها لي يعني، فاهم؟ مع الوقت هتيجي مع الوقت. فالراجل بص جرأته انه قدام الميلان ياخد قرار ان هو يسرع الريتم ويتحكم في الريتم طول المباراه، وقدام اليوفي يتحكم في الريتم برضه بس بالعكس تماما، بان هو يقتل الريتم تماما. فالراجل ده انا كنت معجب بيه في النقطتين دول، يمكن للامانه عشان في دماغ طبعا، عشان اكون امين انا ما اتفرجتش على كل ماتشات اودونيزي الفتره الاخيره، بس لفت نظري ان هو جريء في الحته دي، رغم ان انا فاكر ان المعلق كان في المباراتين حتى بيتكلم على انه مهدد بالاقاله وبتاع. انا ما بقولش ان هو يبقى مدرب كبير، بس بقول ان هو على الاقل زي ما انت بتقول يا ابو حميد عنده مخ وبيفكر، لان دي حاجه احنا انا بيشو انا ترى ما انا لسه ما بقول في اي حاجه، انا اقول لك بس خلي بالك منه وخلي عينك عليه وراقب. يعني ممكن انا مش يعني برضو ما عنديش تصنيف ليه، بس انا احس فعلا ان الراجل ده لازم نحط عيننا عليه، لانه ممكن يطلع منه حاجه، ممكن يطلع منه جيلاردينو مثلا او يطلع منه بلادينو او حاجه. يعني مثلا زي فاكر زي الموسم اللي فات لما قلت لك خلي بالك من تياجو موتا. اي ده انت من الموسم اللي فات بتتكلم معايا عنه. اي وشفنا تياجو موتا يعني الان يعني برشلونه بتخيل برشلونه بيتكلموا عن تياجو موتا والبايرن اعتقد كاني سمعت او ما ادري فريق ثاني في اوروبا. فغير هذا طبعا غير في ايطاليا. فاللي ابغى اقوله انه خلينا نشوف يعني احنا هذه حلاوه كره القدم وجمالها وحلاوه الدوري الايطالي تحديدا، انه انت مش بس بتتفرج على كوره، بتتفرج حتى كمان على مدربين. يعني بتشوف هذا مدرب، يعني انا اتذكر يعني انا عاصرت بدايات انشيلوتي لما كان مع بارما. قبل بارما ما حد كان عارف انشيلوتي. انا اول ما لفت نظري انشيلوتي كان مع بارما، ولما راح اليوفي يعني ما تفاجأت لانه كان عامل يعني مع بارما شغل رائع بصراحه الفتره هذيك. وراح اليوفي كان بيلعب كره في منتهى الجمال، لكن للاسف ما حقق نتائج فتمت اقالته. لما جاء الميلان فرحت
وطبعا جاي ميلان هو مش معروف لسه، يعني مدرب يعني مش زي كابيلو، مش زي ليبي تراباتوني ذاك الوقت، لا بس انه يعني كان واعد زي هذول اللي احنا بنتكلم عنهم. وشفنا ايش اللي حصل مع الميلان. ممكن يحصل نفس الشيء مع تياغو موتا مع ميلان او مع يوفي او مع اي نادي ثاني، ممكن يحصل نفس الشيء مع بلاتينو ومع جيلاردينو ومع الناس هذول. المدرب الكبير كيف صار كبير يا بيشو؟ والمدرب الكبير في يوم من الايام كان مدرب صغير مغمور مش معروف وما عنده فرصه، جاء فريق امن فيه واعطاه فرصه والحظ خدمه ومشت الامور معه، وهو عنده كمان عنده وات تيكس، مشت اموره. شايف؟ هذه قصه ساكي، هذه قصه كابيلو، هذه قصه انشيلوتي، ليبي، تراباتو، كل المدربين بالطريقه هذه. حلو قوي قوي الكلام ده. طيب على سيره بقى مدرب الميلان، انا هسالك سؤال صغير قبل ايه، يعني احنا قربنا خلاص من نهايه الحلقه، فانا عندي ليك سؤال صغير. اتفضل. مدرب الميلان القادم انت تتمناه من انهي تصنيف من اللي احنا عملناه؟ عايزه يكون مدرب واعد ونصبر عليه، ولا عايزه يكون مدرب جاهز، ولا عايزه يكون دهن في العتاقي؟ والله بيشو واعد لا. تمام، وانا رايي كده. واعد لا، يعني احنا في الميلان، يعني الميلان مش يعني فرق يعني كنادي لا يحتمل، ومش يعني مش حاجه تجارب، يعني مش هنجيبه نجرب لا حد لا جاهز. لا يحتمل. يعني مثلا شوف، يعني مثلا نادي زي مثلا، يعني مع احترامي، يعني نادي زي روما، زي لاتسيو، زي نابولي، زي فيورنتينا، ينفع ياخذ مدرب واحد ويشتغل معه. لكن ميلان، انتر، يوفي ما ينفع يجي مدرب واحد، يعني يجي مدرب جاهز، اقل حاجه مدرب جاهز. حلو، يعني انت جاهز ولا دهن في عتاقي؟ والله شوف، هي زي ما احنا تكلمنا قبل كذا، يعني قلنا انه هي مدرستين. انت يعني على قد فلوسك على قد لحافك حلو، على قد فلوسك، على قد فلوسك اصرف، وعلى قد لحافك مد رجليك. يعني مثلا انا شخصيا ما اكره انه الميلان يجيب كلوب او يجيب سباليتي، شايف مثلا. صعب شويه، يعني هو مركز دلوقتي مع منتخب ايطاليا، صعب انك تتعاقد معاه. اكيد ولا اتمنى انا انه يعني يترك ايطاليا، لكن انا اقول لك يعني ما اكره انه يجيني مدرب جاهز يعني سوبر زي هذول. طبعا انا ما ذكرت جوارديولا لاني ما احبه، ف يعني انت ما ذكرتش انشيلوتي، يمكن عشان هو مدرب واعد. لا لا شوف، انشيلوتي للامانه بيشو، للامانه انشيلوتي ما اتمنى يرجع الميلان. تخيل. انا بشكركم جدا في نهايه الحلقه. اسالني ليه يا بيشو، اسالني ليه. ليه يا صاحبي؟ انا احب انشيلوتي يعني. طيب اوكي، خليني اقول لك، حتى لو كابيلو رجع يدرب ما اتمنى يجي الميلان، ومع اني انت عارف قديش انا احب كابيلو وقديش انا مرتبط فيه. شايف؟ يعني كابيلو هو اول، انا بديت اشجع الميلان عام 92، كان اول مدرب للميلان انا لحقت عليه كابيلو مش ساكي. انا ساكي عصرته مع ايطاليا 94. فغير كذا كابيلو يعني بالنسبه لي انا يعني هو اول مدرب يعني انا شفته، فمرتبط فيه كثير. لكن ما اتمنى يدرب الميلان لو رجع يدرب، لانه بيشو المدرسه هذه مدرسه، يعني المدرسه التدريبيه هذه انا يعني اشوف انه خلاص يعني تم تجاوزها. شايف؟ يعني انا اسف هختلف معاك. انشيلوتي الكره تجاوزته، هو ما بيعرفش، يعني هو مثلا دلوقتي ما بيعرفش يضغط ضغط عالي بالتنظيم، اللي هو اللي بيتلعب دلوقتي ما بيعرفش يلعب نفس الكره بتلعب دلوقتي، بس انشيلوتي لغايه دلوقتي عنده الوصفه السحريه اللي مخليه قادر يتعامل مع كل ده. يعني هو بيعرف يلعب، وعلى فكره الكره اللي بيلعبها مع ريال مدريد مش قبيحه، يعني مش اللي هو مثلا جبانه ولا أبداً. لا ابدا بس ممكن ما تبقاش زي ما انت قلت على جيلاردينو مثلا، ما بيلعبش امتع كوره، مش سكسي فوتبول، ما بتشوفش الحاجات، ممكن تشوف لقطات فرديه لكن ما بتشوفش ان ده كتير بيتكرر، لكن عنده انماط وعنده افكار وبيذاكر الخصوم. صح، فهو انا اتفق معك تماما. بس انا يا بيشو انا ما يهمني بس انه الميلان يفوز ويكون سوليد وقوي، انا ابغى الميلان يلعب كره جميله. يعني الميلان ترى طول عمره، يعني فرقه بتلعب كره قدم سكسي فوتبول، كره قدم جميله. الميلان روما، لاتسيو من الفرق اللي تلعب كره قدم جميله يعني تاريخيا. فيورنتينا كذلك.
فانا بالنسبه لي الميلان بصراحه انا يعني اسوأ ايام الميلان اللي انا كنت اشجع فيها كانت ايام أليجري، لانه كان بيلعب كره في منتهى القبح ومنتهى البشاعه. شايف؟ على الرغم من انه انت عندك امكانيات تلعب كره قدم خارقه. شايف؟ ف لو جاء انشيلوتي ما راح اكون يعني ما راح اكون زعلان، راح اكون مبسوط، لانه اعرف انه فريقي حيكون قوي وجامد وسوليد. بس انا ابغى اشوف فريقي يلعب كره قدم يعني ممتعه جميله، بالاضافه انها كره قدم يعني فعاله، ويكون الفريق سوليد ويحقق نتائج. فلذلك انا يعني اقول لك انشيلوتي بعدين، انشيلوتي ترى بيشو يعني خلاص، يعني انا اشوف انه يعني حتى لو جاء الميلان بيعطيك موسم موسمين وخلاص، يعني ما راح يقدر يكمل. يعني الرجل يعني فوق ال60 الان يا بيشو، معليش. فاجئتني يا ابو حميد، وانا ان شاء الله يوم تعيين ستيفانو ستيفان، الله يحرقك، يوم تعيين كارلو انشيلوتي لتدريب الميلان وعودته مره اخرى، هنعمل حلقه انا وانت مخصوص علشان اقول لك اهو، وعايزك تبقى مبسوط في الحلقه دي. ايوه اهو، اقول لك اهو، وتبقى مبسوط يا ابو حميد، عايزك تبقى قاعد مبسوط في الحلقه دي كده، اللي هو خلاص بقى انشيلوتي جه. والله يا بيشو انت لا، انت فهمتني غلط. انا احب انشيلوتي كثير ومرتبط فيه. وانا عايز اكد على كلامك في حاجه. ولو جاء الميلان حكون مبسوط، لو جاء الميلان حكون مبسوط والله، ما راح اكون زعلان ابدا. بس انا شرحت لك شويه، بس هي الفكره في حاجه انه ايه، يعني انا اشوف برضو انه ممكن احنا نفكر في حد زي ما انت قلت، حتى في حته السن، انه حد على الاقل يقعد معانا مشروع 4 5 سنين. يعني انا عايز اشوف الفكره بتاعت ساكي جه قعد 4 سنين حقق فيهم حاجات كتير، كابيلو قعد 5 سنين من 91 ل 96. ابغى واحد يقعد مع الميلان مثل ما قعد انشيلوتي 9 سنوات او 8 سنوات، ويحقق فيها الانجازات. اي ويحقق فيها الانجازات اللي حققها. بالظبط. يعني شوف يا بيشو، يعني انشيلوتي ما بيلعب كره قدم اللي هي اجمل كره قدم حاليا، لكن ايام ما كان ماسك الميلان كان بيلعب كره قدم في منتهى الجمال. الكره بتتغير، الكره بتتغير يا بيشو، الكره بتتغير. انا ابغى مدرب يعني مواكب، فهمت قصدي؟ انا ما اقول لك انشيلوتي قادر انه يتعامل مع الكره الحديثه، وقادر انه يوقفها، وقادر انه يتغلب عليها، بس ما بينتمي لها. انا هذا النقطه اللي ابغى اوصلها يا بيشو. هذا منطقي. طيب برضو ما جاوبتنيش، انت عايز مدرب الميلان القادم بعد ستيفانو بيولي يكون مدرب جاهز ولا الدهن في العتاقي؟ والله شوف يعني انا لو لي الخيار شايف، والامكانيات يعني متاحه واقدر، انا اختار الدهن في العتاقي، لانه الميلان يعني الموسم القادم بعد ما نخلص من الكلب هذا حيلعب على اكثر من جبهه، ومطالب انه يحقق يعني نتائج في كل الجبهات اللي حيلعب فيها. يعني حيلعب في الدوري وفي الكاس وفي الشامبيونز ليج. ولانه ميلان ولانه عنده امكانيات وعنده لعيبه وعنده سكواد محترم، المفروض انه الموسم القادم ينافس على الدوري وينافس على الكاس، ويروح يعني يحاول الوصول لابعد مدى في الشامبيونز ليج. شايف؟ فانت تحتاج مدرب يعني الدهن في العتاقي، عنده خبره، قادر على اداره الموسم بالاضافه لاداره الفرقه. لانه اداره الموسم لا تقل اهميه عن اداره الفريق. حلو. النقط المهمه اللي انت قلتها دي، انت مختار دلوقتي الدهن في العتاقي، انا هقولهم لك بالاسم وانت اختار لي منهم واحد، قول لي هو ده مدرب الميلان. جاسبريني، انشيلوتي وكلوب، ساري وكونتي. اختار واحد من الخمسه، مين هو مدرب الميلان القادم؟ لا اذا اختار كلوب. ماشي. خلينا، انا هقول لك على حاجه، هو كلنا اعتقد ممكن يعني لو في فرصه متاحه دلوقتي وفي مفاوضات جديه ما بينهم، اكيد كلنا كجمهور ميلان هنقول مثلا للاداره يا جماعه اعملوا اللي هو عايزه، لو في حاجه مثلا زياده شويه في المرتب معلش تعالوا على روحكم، بس ده يورجن كلوب. يعني العائد اللي هيجي من تدريب كلوب للميلان هيغطي اي زياده في المرتب انت تدفعها. لكن خلينا ندي رقم 2، او خلينا نستثني كلوب. انا مشكلتي مع كلوب بس في حته المرتب فقط لا غير. وانا كمان يلا على طول يعني دلوقتي. انا معاك. انا اقول لك انه يعني كلوب كخيار غير واقعي، لانه الميلان مستحيل يقدر يعني على راتب كلوب. لكن خلينا نقول الخيار الواقعي اذا استبعدنا كلوب،
من المجموعه اللي انت ذكرتها انا اشوف ساري بصراحه. انا اشوف ساري، موريتسيو ساري اشوف انه هو انسب خيار. طب وانشيلوتي؟ انشيلوتي عشان خاطرك يا بيشو، ورمي ساري. جاسبريني ده حبيبك. ها؟ لا جاسبريني حبيبي وكل حاجه، بس جاسبريني بيشو يعني هو يلعب 3 باك لاين. انا الطريقه دي يعني بتعمل لي ارتكاريا، ما احب الطريقه دي ابدا يعني. ها؟ نفس قصه كونتي، نفس مشكلتك ايه مع كونتي يعني. ايه. فانا يعني اشوف انه جاسبريني يعني حتى ما يناسب نوعيه اللعيبه. احنا ميلان يعني بيلعب اجنحه ويعني يعني لعب مفترض انه يعني يكون يعني على الاطراف وكذا. فحرام انت وين تودي الاجنحه اللي عندك اللي صرفت عليهم ودفعت دم قلبك يعني. فلا انا اشوف انه يعني وساري احنا جربناه وشفناه مع لاتسيو 4-3-3 يعني، وال4-3-3 حقت ساري جميله جدا وممتعه. فانا اشوف طيب انها اخر سؤال في الحلقه، احنا من شويه قلت لي انه كونتي يبقى مناسب لو راح اليوفي، وقلت لي دلوقتي ساري مع الميلان. فتخيل معايا كده لو الموسم القادم انتر انزاجي، ميلان ساري، يوفي كونتي، تفتكر ان الثلاثه هيقدروا ان هم يعملوا منافسه قويه في الدوري الايطالي ولا لا؟ اكيد مؤكد بلا شك. وهتبقى طويله الموسم، ولا هيجي حد في نص الموسم كده يسرح زي ما الانتر سرح السنه دي ونابولي سرح السنه اللي فاتت؟ لا ما يعني هل اعتقد. ممكن حد ولا لا هيمشوا جنب بعض لا ما وينافسوا؟ اعتقد. يعني شوف الموسم القادم لو انزاجي كمل مع الانتر انا اقول لك انه احتمال كبير الموسم القادم كذلك الانتر يفوز بالدوري، لكن ما راح يكون الفرق يعني بينه وبين الثاني زي ما هو الفرق الان. يعني حتكون المنافسه يعني متقاربه يمكن للاسابيع الاخيره. شايف؟ وممكن ترى على فكره ممكن واحد من الفريقين هذول لو غيروا الاوساخ اللي عندهم ممكن يفوز بالدوري على حساب الانتر. لكن انا اقول لك تخيل، خليني اقول لك اياها بطريقه ثانيه. تخيل يا بيشو انه مثلا الميلان مع ساري او موتا، واليوفي مع مثلا كونتي، والانتر مكمل مع انزاجي، وروما مكمل مع ديروسي، و مع ونابولي مكمل مع كالسونا، شايف؟ ولاتسيو مع تودور. تخيل شكل الموسم القادم كيف راح يكون. تخيل ككوره هيبقى متعه مش طبيعيه، ككوره وكسسبنس وكحماس يعني وتنافس. حيكون يعني حترجع ايام التسعينات يا بيشو. قول يا رب يا ابو حميد. يعني احنا لعبنا اللعبه دي على قد ما نقدر ان احنا نقسم المدربين على اقسام ونبتدي بقى نختار، فخلونا برضو نلعب اللعبه دي معاكم. قسموا اسماء المدربين في الثلاث اقسام واختار انت بينك وبين نفسك انت عايز المدرب بتاع الميلان القادم او اليوفي يكون من انهي قسم، واختار المدرب واكتبه لنا تحت في الكومنتات. في النهايه بجد يا ابو حميد بامانه الحلقه دي عجبتني قوي، عجبتني النقاش فيها وانبسطت جدا بالحلقه. يعني انا مش عايز اقول لك بصراحه يعني ايه انك نورتني وكنت ضيف جميل. انت مش ضيف، انت صاحب القناه اصلا. فعايز اقول لك انا انبسطت جدا وبشكرك جدا على وقتك. تسلم لي. انا دائما والله انبسط واسعد لما اطلع معاك واطل على اصدقائنا المتابعين، وان شاء الله اتمنى تكون اطلالتي عليهم خفيفه وما تكون يعني ما اكون ثقيل دم. وبالنسبه للكلام اللي احنا تكلمناه يعني ترى يا بيشو يعني الكلام اللي انا قلته كله هذا هبد، لانه انا يعني انسان يعني فنيا ما عندي ذيك المعرفه الفنيه. يعني انا مجرد مشجع يعني وبتفرج على الكوره وعندي شويه افكار. فيعني اتمنى لو مثلا احد مثلا حس انه الكلام هذا هبد لا ياخذوا على انه اكثر من كونه هبد. يعني هو فعلا هبد في الاخير يعني برضه يا ابو حميد بصراحه يعني ما انت مش طالع مع وزير الصحه، ما انت طالع مع واحد اسمه الهبيد، يعني صباح الفل يعني. الموضوع مش كبير يعني. بشكرك جدا يا ابو حميد بجد، وانبسطت جدا بالوقت ده ونورتني. تسلم لي حبيبي، تسلم يا بيشو. عموما
بشكركم يعني كمان انتوا يا دي النيله اتلخبطت ولا تاني. بشكركم جدا انتوا كمان على انكم نورتونا في الحلقه لغايه دلوقتي، وبتمنى من كل قلبي قبل ما تخرجوا من الحلقه ان انتوا تدعمونا في حلقه النهارده باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب للقناه لو انتوا مش مشترك، فعل الجرس. اشوفكم في حلقات جايه كتير وفي لايفات جايه كتير. يلا بينا يا ابو حميد نعمل سلام. انت حافظ بقى. سلام. يلا 1 2 3 سلام. سلام.